يا كل العمر يا عمري يدوب عمري ولا يغلى يا روح عليك. أحبك لو قريب مني وأحبك لو بعيد عني، وأحب أسهر ليالي هواك، وأحب أنده لبكرة معاك، وتوحشني وانا وياك. اصاحب مين وغير حبك؟ ماليش اصحاب، واكلم مين وغير قلبك؟ ماليش احباب. اصاحب بقى احنا جينا هنا بقى عشان نحتفل بعيد الميلاد. عايزه اقول لكم شايفين جنى شايله التورته. عيد ميلاد مين يا جنى؟ كل سنه وانت طيبه يا قلبي، بجد والله العظيم بجد احلى يوم. يلا يا جنى. كل سنة وانت طيبة يا خالته، وعقبال مليون سنة يا رب، بجد أحلى يوم عشان انت اتولدت فيه. يا رب. الجو النهارده زحمه عشان النهارده الجمعه، ما شاء الله الحديقه مليانه. عايزين بقى مكان هادي نعرف نقعد فيه، مع ان الاماكن الهاديه كلها مزدحمه، واخر الحديقه مشوار طويل. وهنا العيال بتلعب كره. دخلت المكان الجميل ده وقلت لازم اعمل عيد الميلاد لحبيبه قلبي وروحي وصديقتي واخت اختها وصاحبه صاحبتها وصاحبه القلب الطيب الحنين عليا. ربنا يبارك في عمرها ويجعل السنين الجايه سنين سعاده وراحه بال وسكينه، ويحقق لها يا رب كل اللي تتمناه، ويجعل اللي جاي من حياتها كله خير وبركه وسعاده وراحه بال لها يا رب ولكل اسرتها. وسنين جايه كمان كتير، وعمر الطويل باذن الله، ويجعل كل سنه احلى من السنه اللي فاتت يا رب، اللهم امين. حبيت ان انا احتفل بعيد ميلادها، ان كان عليا نفسي اركب طياره واروح لها لحد باب بيتها والله. هو المفروض ان عيد ميلادها يوم 18، انا عملته النهارده عشان عارفه ان الفيديو هينزل بعد الساعه 12 عشان مده التحميل بتاعه. المهم ان انا كنت مخططه ان انا عايزه اعمل التورته عليها صورتها، بس طبعا الوقت يعني هياخد، يعني الصوره هتاخد كام يوم فعلى ما تتظبط على الكمبيوتر والحاجات دي كلها. فاخترت ان انا اعمله لان الوقت ما كانش في صف يعني. وقلت بقى اجيب التورتايه الجميله دي اللي تناسبها طبعا والله العظيم. انا بصراحه لو اجيب اي حاجه في الدنيا ما تستاهل يعني ضفرها حتى او تقارن باللي هي عملته معايا، او اللي هو يعني اي حاجه تترخص قدامها بصراحه، يعني كل حاجه بجد مش قيمتها، يعني فاهمين قصدي. المهم إن إحنا بقى قعدنا أنا وولادي، بصراحة كانوا فطرانين في البيت، وقُلت بقى قبل ما هُم يلعبوا ويعملوا هدومهم والحاجات دي كلّها، كنت جايبة طبعًا معايا مناديل، وكنت فُت على مكتبة كده كنت بادوّر، قعدت وقت برّه أدوّر على حرف الH، بس بصراحة ما لقيتش H خالص. ما لقيتش إلا البالونة اللي هي الهيليوم دي، جبتها لإن بصراحة حسيت إن أنا عايزة أي حاجة حرفها يدُل على إنه عيد ميلادها هو. كان نِفْسي أسيب لكم صوت الفيديو الطبيعي، بس كان عن جنبنا ولاد قاعدين يلعبوا كورة، وكان كل شوية ييجي بياعين بقى حوالينا، فكانوا اللي هو إيه، يعني بيبوظوا الفيديو يعني وكده. ربنا يرزق الجميع يا رب ويسعد كل الناس. وكل الناس في الحديقة كانوا قاعدين يبصوا علينا، وفي اللي جه مفكرين عيد ميلاد عيل من ولادي، فكانوا جايين يقولوا لهم كل سنة وانتم طيبين. وهتشوفوا دلوقتي وانا بعمل التوزيعات، كان كله بصراحة الأطفال اللي راحوا جاية بتبيع بقى حاجات، بيبيعوا بقى حاجات، بيمروا في الحديقة كان كل رايح واللي جاي ياخدوا حاجات. وجنى راحت وزعت شوية وعمرو راح وزع شوية، وكان ما لحقناش حتى نوزّع، هو كل اللي بييجي قدّامنا بقى ياخد، يعني الناس بقت يعني شافونا وإحنا عاملين عيد ميلاد وكده، بس طبعًا ما جبناش شمعة ولا طفّينا، إحنا احتفلنا مع نفسنا. وبجد جِبت البتاع الحلو ده اللي بيتحط اللي هو happy birthday. عايزة أقول لكم أنا بصراحة أحلى عيد ميلاد مَر عليّا، بصراحة حاسة إن هو ليه طعم كده. كنت جايبة معايا سكينة، ولإن أنا كنت خايفة المحل اللي أنا أروح أشتري منه ألاقيه قافل زي ما توقعت بالضبط، يعني كنت جايبة معايا حاجات احتياطي، مع إني كنت عايزة أجيب أطباق وأجيب حاجات من محل اللي هو بتاع الزينة أو أعياد الميلاد، بس زي ما توقعت بالضبط، اللي هو كنت هاجيب الكوبايات والحاجة الساقعة والحاجات دي كلّها، بس قُلت لأ خلاص يعني
الحمد لله أنا جِبت حاجتي معايا وكده. زي ما أنتم شايفين كده جِبت تورتاية طبعًا مش قيمتها والله، بس اللي هو إيه، حبيت أحتفل يعني وعايزاكم كلّكم تقولوا لها كل سنة وهي طيبة والعمر الطويل يا رب في راحة وسكينة وراحة بال، إن أنا بجد أنا باحبها من كل قلبي، عملت معايا كتير وعملت لي أكتر من الواجب، أكتر من اللي بيتعمل بصراحة، يعني ما فيش حد في الزمان ده بيعمل لحد كده، ولا حد بيسعد حد في الزمان ده كده، فربنا يجبر بخاطرها من سابع سما وينولها كل اللي نفسها فيه يا رب اللهم آمين. وأنا من خلال الفيديو باقول لها أنا باحبِك من كل قلبي وأتمنى أشوفِك بخير وسعيدة ومتيسّرة الحال ومش محوجة لأي حد في الدنيا، وربنا يجعل رزقِك مطر ويفرّح قلبِك أيام وأيام وسنين وسنين يا رب اللهم آمين. عايزة أقول لكم هنا بقى كنت بانفخ البالونة ديًّا لإن الصراحة ما لقيتش شماعية على حرف الH، فلقيت البالونة جبتها كده وحطيتها جنبي وكنت عايزة آخد صورة، ولادي بُصّوا مش بيعرفوا يصوّروا خالص، قعدت أقول لهم طب خدي أنتِ يا عمرو، طب خدي أنتِ يا جنى، المهم يعني إيه، عمرو تصويره أحلى شوية عن جنى. المهم أنا هنا بقى كان فات مقطع كنت قاعدة أقطّع في التورتة والظاهر ما اتسجّلش، يعني أنا كنت ماسكة التليفون وأنا باقطّع التورتة وكنا بنحتفل وكل حاجة وبنغني، بس ما جاش اللي هو ما اتصوّرش. عايزة أقول لكم هنا بقى أنا كنت قُلت بقى لولادي بقى كلوا التورتاية دي، لإن اللي هيفوض إحنا مش هناخده معانا وإحنا ماشيين، هندّيه لأي حد، فحاولوا تاكلوا على قد ما تقدروا والحاجات دي كلّها. زي ما أنتم شايفين كده وأكلنا، وأنا عايزة أقول لكم أنا دُقت من تورتة حبيبة قلبي بقى كام واحدة كده، مع إني المفروض ما آكلش أي تورتة ولا حاجة ساقعة ولا كلام من ده، بس أنا أكلت عشان طبعًا دي تورتتي الغالية يعني. عايزة أقول لكم كان بُصّوا بقى طبعًا ومش قيمتها، أنا بقى عملت بقى حركة حلوة، إن أنا أخدت فلوس جامدة رُحت اديتها للبياعين اللي أنتم عارفينهم إن هُم بيعملوا الذرة، اللي بيبقوا قاعدين يبيعوا قاعدين على الرصيف والحاجات دي كلّها. قُلت حاجة مش قيمتها برضه اللي هو إيه، اللي هو هي عملت لي كتير، يعني ده كلّه ما يجيش بُصّوا حاجة لا تُذكر باللي هي عملته لي، فاللي هو يعني حاجة كده بسيطة إن أنا أفرّحها بس، أعمل توزيعات للأطفال اللي موجودة في الحديقة، لكن المبالغ اللي هي الجامدة اديتها للناس اللي بتبقى يعني أولى يعني اللي هُم بيبقوا قاعدين على الرصيف، وطبعًا ما ينفعش أصوّر حاجة زي ديًّا لإن عيب، عيب إن أنا أجرح حد وأطلّعه بصورة مش كويسة عشان خاطر فيديو وكلام من ده، لكن حبّيت أعمل الفكرة دي معاكم لعل وعسى تستفيدوا منها، عندكم أي مناسبات، أي حاجة في الأعياد تعرفوا تعملوها وتفرّحوا أطفالكم بها. رُحت لمحل أعياد ميلاد، رُحت جِبت منّه مش عارفة ما كنتش عارفة أتحرّك بالإكسسوارات بتاعة جانا اللي أنا لابساها في إيدي دي. جِبت أكياس وبدأت إن أنا إيه، يعني كان هناك أشكال كتير بس بصراحة عجبني الشكل ده، جِبت زي ما أنتم شايفين بسكوت شوكولاتة وما أعرفش إيه كده اللي هي بجوز الهند دي وبونبوني وما أعرفش إيه القلب اللي هو اللي أنتم شُفتوه ده، آمم تقريبًا 50 كيس، هو 50 كيس، هو فاض 2 كيس أو 3 كيس تقريبًا ما تعملوش أو حاجة شبه كده، يعني اللي هُم كمّلوا العدد يعني، وحطيت طبعًا كل حاجة كده جزء بسيط في قلب التوزيعات كده، عايزة أقول لكم كان شكلها حلو عامل زي الأرنوب إزاي، شكلها حلو أوي، الطفل اللي ياخد بقى يعني يفرح كده وكده، وطبعًا أنا من نيّتي ناوية إن هي تكون حاجة يعني هدية لعيد ميلادها يعني للأطفال وتفرّحهم يعني. وربنا إن شاء الله يتقبّل، وربنا يا رب يجعل لها السعادة دايمًا في طريقها، هي بجد عملت لي كتير، وبجد ما شاء الله عليها ربنا يبارك في عمرها، عمرها ما حسّتني إن أنا يعني بتساعدني ولا أي حاجة، لأ هي معتبراني صديقتها ودايمًا يعني اللي هو بتحب تفرّحني من غير ما أطلب منها حاجة، والله العظيم عمري ما طلبت منها أي حاجة، دايمًا بتحس بيّا ودايمًا بتعمل لي الحلو كلّه من غير ما أتكلّم، وسبحان الله يعني قليل عليها إن أنا أفكّر في أي حاجة عشانها بصراحة. هنا بقى كان أكتر البياعين رايحين جايين علينا وعيال زي العسل بصراحة، "بتعملي إيه يا طنط طب نعمل معاكِ؟" قُلت لهم: "لأ يا حبايبي أنا باصوّر." ومفكّرينّي إن أنا فاتحة live تيك توك وقاعدة بقى باين من كتر اللي هُم بيشوفوه فكّروني قاعدة زي الناس التانية يعني. والناس حوالينا كانوا قاعدين يبصوا عليَّ، وفي اللي صوّرني على فكرة، في ناس صوّرتني وأنا قاعدة باعمل الحاجات ديًّا، وفي اللي بتوع المناديل بقى والحاجات دي كلّها وطَب ونفّعينا وخدي أقول لهم لأ خدوا أنتم مش عايزة حاجة، فبجد الله يصلح حالهم يا رب. وفي طبعًا ال20 جنيه دي سِبتها من نصيب أي حد تتلخبط في وسط الأكياس هي والنصيبة، لإن هي كانت الوحيدة اللي معايا جامدة، لكن أكترهم كانت عشرات وخمسات. التليفون كل شوية كان بيُقع لإن للأسف ما عرفتش أثبّته ولو حد من ولادي تصويره حلو. هنا آخر أمّا عمرو زهق بقى يعمل هو في الأواخر بقى
سِبته يعمل ويكمّل هو بقى، لإن في كان زي ما قُلت لكم الرايح واللي جاي ياخد مننا، فيعني يالّا الحمد لله. وفي أكياس في الآخر خالص ما كانش لها فلوس، عشان أكون بأمانة صريحة معاكم، في أكياس الأخيرة ما كانش فيها فلوس، يعني هي من نصيب أي حد اللي اتاخد في الأول اتاخدوا. الحمد لله على كل حال، ربنا يا رب يعطيها ويجعل رزقها مطر. هو بُصّوا قليل في حقها أي حاجة، وطبعًا يعني هي عملت لي كتير وهتشوفوا بصراحة بجد الله يكبر بخاطرها ويريّح بالها ويهدي لها حالها ويبعت لها كل اللي نفسها فيه تحت رجليها، ويجعل السعادة كلّها بين إيديها وتحت رجليها اللهم آمين. وإياكم أنتم كمان يسعدكم ويهنّيكم ويحقق أحلامكم ويحبّب فيك خلقه يحبّب فيكم خلقه، يا رب يجعل كل حد يحبّب فيه خلقه يا رب اللهم آمين. وأنا باحبِّك أوي يا قلبي، وكل سنة وأنتِ طيبة، والعمر كلّه الطويل ليكِ يا رب، وتحققي كل أحلامِك، والسنة الجاية بإذن الله تكوني معايا، وربنا يبعد عنِّك أي حاجة وِحشة ويدّيكِ كل اللي نِفْسِك فيه، ويجعل نيتِك الحلوة ديًّا دايمًا صادقة وحلوة وجميلة عليكِ، وربنا يرُد لِك كل أعمالِك دي يا رب في ميزان حسناتِك، ويريّح بالِك يا روحي. أنا باموت فيكِ وباعشقِك بجنون، ويكفي عليَّ وجودِك الحلو معايا. الله يخليكِ ليّا ولا يحرمني منِّك، يا أجمل أخت في الدنيا كلّها، وأحلى صديقة وأحلى أخت وأحلى أم وأحلى كل حاجة في حياتي. أشوفِك على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة